مرحبا بكم أصدقائنا الأوفياء في فيديو جديد من قناتكم عالم الكرة لعرض آخر المستجدات عن سوق انتقالات اللاعبين الشتوية لعام 2024. صفقات مميزة قد تحدث خلال يناير، فتابعونا إلى الأخير لتتعرفوا عليها. عاشرا، بيوتر زيلينسكي. يفكر إنتر ميلان في إنعاش خط الوسط بالتعاقد مع بيوتر زيلينسكي لاعب نابولي ليكون الصفقة الجديدة في الصيف. وبما أن عقد زيلينسكي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، سيفتح الباب أمام الكثير من الاحتمالات في يناير المقبل. كما كشف موقع كالتشو ميركاتو الإيطالي أن إنتر ميلان دخل في محادثات أولية بالفعل مع اللاعب البولندي منذ عدة أشهر. وأكد كالتشو ميركاتو أن الفترة الأخيرة شهدت اتصالات جديدة مع إنتر ميلان لمعرفة رغبة اللاعب وأفكاره بشأن مستقبله. يذكر أن المفاوضات الأخيرة كشفت لمسؤولي إنتر أن محور ارتكاز نابولي لن يمانع ارتداء قميص الفريق، لكنه سيكلف خزائن النادي مبالغ مالية كبيرة. تاسعا، رافائيل فاران. كشفت تقارير صحفية برازيلية عن وجود اهتمام من إدارة نادي الهلال السعودي للتعاقد مع المدافع الفرنسي رافائيل فاران لاعب مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. ووفقا لتقارير عدة، فإن إدارة الهلال تسعى للتعاقد مع المدافع الفرنسي في انتقالات الشتاء لتدعيم خط دفاع الفريق. وأضافت الصحيفة البرازيلية أن إدارة الهلال تدرس رفع اسم اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا في قائمة الفريق في انتقالات يناير بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي وتأكد غيابه حتى نهاية الموسم. ثامنا، نيمار جونيور. أفادت تقارير صحفية أن نادي سانتوس البرازيلي يرغب في استعادة نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي خلال عام 2025 بعد انتهاء عقده مع النادي السعودي. وحسب التقارير الأخيرة، بات الياباني جونيا إيتو لاعب نادي ستاد ريمس الفرنسي خيارا أمام إدارة الهلال لتعويض نيمار. ويلعب جونيا كجناح أيمن وأيسر، ويمتلك اللاعب صاحب 30 عاما عقدا مع فريقه حتى يونيو 2026. وسجل الياباني هدفين هذا الموسم خلال 15 مباراة، بينما صنع 4 أهداف لزملاء الفريق. سابعا، روميلو لوكاكو. أكدت تقارير إعلامية إيطالية أن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي المعار لصفوف نادي روما هذا الموسم منح موافقته للانتقال إلى الدوري السعودي الصيف المقبل. وكان اسم لوكاكو قد ارتبط بالانتقال إلى أحد أندية الدوري الإيطالي بعد انتهاء إعارته مع ذئاب العاصمة، أبرزهم يوفنتوس الإيطالي الذي حاول التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي الماضي. سادسا، ديفيد ألابا. كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي تسعى لإنهاء صفقة مميزة. وقالت شبكة ديفينسيا سنترال الإسبانية إن نادي اتحاد جدة السعودي يحاول تلبية مطالب جماهيره من أجل المنافسة على جميع البطولات، حيث يرغب العميد في ضم مدافع يقود خط الدفاع من أجل الحفاظ على لقب دوري روشن للمحترفين. وأضافت الشبكة أن إدارة الاتحاد تواصل التفاوض مع ريال مدريد للتعاقد مع ديفيد ألابا ظهير أيسر الملكي خلال هذه الأيام. خامسا، فيكتور أوسيمان. كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل جديدة بشأن المفاوضات بين نادي نابولي والنجم النيجيري فيكتور أوسيمان حول تجديد عقده مع الفريق في الفترة القادمة. وعلى الرغم من أن عقد اللاعب الحاصل على جائزة الأفضل في إفريقيا مع نابولي سينتهي في صيف 2025، إلا أن إدارة الفريق تسعى لتحسينه
وتحصين اللاعب من اهتمامات الأندية الأخرى من خلال إضافة بند جديد في العقد يتعلق بالشرط الجزائي. وأشار الصحفي الشهير فابريزيو رومانو إلى أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما سيمدد عقده القديم لعام إضافي، حيث سيشهد حضوره مع الفريق حتى يونيو 2026. رابعا، فان دي بيك. تتقدم محادثات نادي اينتراخت فرانكفورت للتعاقد مع لاعب خط وسط مانشستر يونايتد دوني فان دي بيك بشكل إيجابي. الهولندي متاح من قبل المان يونايتد مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية. وتقول صحيفة بيلد إن المحادثات وصلت الآن إلى مرحلتها النهائية، وأن الاتفاق بات قريبا، وسيتم تسوية الجزء الأخير من الصفقة بشأن مقدار أجر فان دي بيك الذي يرغب مان يونايتد في تغطيته. ولا يستطيع نادي اينتراخت فرانكفورت تغطية الراتب الحالي للاعب خط الوسط البالغ 7 ملايين يورو، لكن هناك ثقة لدى جميع الأطراف بالتوصل إلى أرضية مشتركة. ثالثا، ديستيني أودوجي. أعلن نادي توتنهام هوتسبير عن تجديد عقد أحد لاعبيه البارزين حتى صيف 2030. وقال توتنهام في بيان على موقعه الرسمي: يعلن النادي أن ديستيني أودوجي قد وقع عقدا جديدا حتى صيف 2030. وتابع: عقب وصوله إلى النادي في الموسم الحالي، شارك لأول مرة مع الفريق في 2023 ضد برينتفورد، ومنذ ذلك الحين شارك في 4 مباراة بألوان سبيرز. ثانيا، روبرتو فيرمينو. ذكرت تقارير إيطالية أن نادي ميلان الإيطالي أعرب عن رغبته في التعاقد مع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم نادي الأهلي السعودي هذا الموسم. التقارير أفادت بأن الروسونيري يستهدف إلى تقديم عرض للنادي السعودي من أجل إعادة المهاجم البرازيلي للمنافسة في أوروبا مرة أخرى من بوابة الفريق الإيطالي خلال يناير المقبل. أولا، ريان شرقي. أشارت تقارير من الصحافة البريطانية إلى أن ناديي مانشستر يونايتد ونيوكاسل يتنافسان من أجل التعاقد مع موهبة نادي ليون الفرنسي ريان شرقي صاحب الأصول الجزائرية، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.